السلام عليكم، انا عمر. ده اول فيديو اصوره في السنه الجديده، في كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله تبقى سنه جميله عليكم وعليا ونحقق فيها حاجات كتير. قلت نبدا السنه الجديده بانتاج ونعمل حاجه مفيده واصور فيديو. النهارده هنعمل فيديو عن حاجه جديده جدا محدش عمل عليها فيديو قبل كده، وهي محلات الهدوم. اتفرج يا صاحبي، ممنوعات يا صاحبي. فاكر طبعا اي شخص هجيب سيرته في الفيديو ده مش بحاول اقلل منه او اتريق عليه، ده مجرد فيديو بنضحك ونتبسط فيه. الفيديو ده انا ما عدتلوش اي حاجه، انا يا دوبك فتحت معاكم وبنشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله يطلع فيديو حلو بقوه الايديتنج. ان شاء الله الفيديو ده اصوره واخلصه في نفس اليوم، ودي حاجه انا ما عملتهاش قبل كده. هات لك حاجه تستحيها عشان الفيديو ده هيبقى اطول من الفيديوهات اللي انا بعملها في القناه عاده. شاذلي يا جماعه ما شاء الله الله اكبر، يعني كل شويه بيطلع بهيت، والراجل كماركتينج هو قادر يماركت لنفسه 10 على 10. يعني عامل بن لكذا حاجه، وهنبدا بالحاجات اللي عامل لها بن، وتقريبا دي الحاجات اللي هي شهرته. اللي انا فاكر ان هو البامب، يعني السنه اللي فاتت كان عامل شورتات على البامب. الحاجات دي كلها طلعت والناس قعدت تستخدمها تاني. ده اللي متهيألي اللي شهره، ان هو يعني عمل حاجه كاتشي خلت الناس تستخدمها كتير زي دي. علي المايك واعمل لايك، اعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس المايك. تعالى شغاله لو لك بالله. شكرا شاذلي، خليك في الهدوم بعد اذنك عشان وداني وجعتني. الساوند ده انا اصلا ما عرفتوش من الشاذلي، انا عرفته من يوتيوبر تاني. هي دي قوه التسويق، ان انت تسوق لنفسك بموضوع تيك توك كده، بيبقى قوي جدا. انا مش عارف انا الفيديو ده يعني هيبقى مضحك ازاي وانا قاعد اصلا بحلل ازاي هو اتشهر، وانا شايف هنا كرياتين، انا شايف هنا بروتين وكرياتين، ودي حاجه مرعبه. يعني هو مش بتاع هدوم يا جدعان. بص لقيت ايه؟ ايه ده؟ بومبي بايه؟ 150 جنيه. 150 جنيه. الفيديوهات دي برضه انا شفتها، اللي بتجيب هدوم مكرمشه بعد اول غسله وتقول لك هدوم الشاذلي. دي برضه فيديوهات انا شفتها كتير، بس مش عارف هل هي حقيقيه ولا لا. برضه طريقه حلوه للماركت نوعا ما. يعني هي ممكن تضر ان انت قماشتك وحشه، بس بتعرف الناس ان انت موجود. بعد كده انت ممكن تشتغل على القماش. اهو في 22 شهر 12 متهيألي هو ده. ايوه هو ده، هو الفيديو ده متهيألي هو ده اللي شهره. هما متهيألي بيلعبوا على ان هو يخلي عينك متشتته، لان هو من ساعه ما الفيديوهات القصيره دي انتشرت والناس ما بقتش تركز قوي. يلعب على ان هو يخلي عينك مشغوله. تلاقي هو قاعد بيحدف حاجات عشان يخليك مركز معاه، بيغني بصوت عالي برضه بحيث ان انت تفضل مركز معاه، وكل ده بيشتغل. بصراحه الموضوع ده عبقري. بعد موضوع البامب ده انا ما خدتش بالي بصراحه من موسم الصيف بتاعه، بس اللي اعرفه ان هو رجع تاني الشتا ده. عايزين ننزل بس ايه، نشوف الهيتات، نشوف الفيديوهات اللي جايبه فوق المليون. وانا بلف لقيت فيديو شد انتباهي، الشاذلي للايجار. انا مش عارف ده المفروض دي يبقى معناه ايه، والاضاءه اللي انا حاططها ابتدت تبوظ، وشكلنا هنعتمد على ضوء ربنا. مالك يا عم متضايق كده ليه؟ بقول لك ليه؟ انا الدنيا ملتشه معايا خالص، واخويا جددني في عيشتي. كل يوم يجي لي على الناس يقول لي الكلمتين بتوعه ويمشي، جاب لي الفقر. بقول لك ايه، واللي خلى اخوك ده ما ينزلش الشارع تاني. هديله عينيا. طب بقول لك ايه، قفله على النص عقبال ما اجي. اسمع على اخوك الرحمن يا رحيم. سلام يا سلام يا. بقول لك يا عم بس استناني. انا مش هعمل اللي انا بعمله دلوقتي. بس ويعني ايه شاذلي جوه؟ يا اسطى تعبت يا اسطى من كتر ما بعت الحاجات يا اسطى. بعت فساتين وبعت دريسات وبعت شيميزات وبعت كل حاجه يا اسطى. تعبت يا اسطى خلاص من البيع. قلت يا اسطى اجر يا اسطى. جبت شويه فساتين زفاف من اللي هم بيأجروهم ب 1000 جنيه، وقلت هأجر الفستان ب 3 جنيه. ايوه ب 3 جنيه، عارف؟ ايوه مش مصدقني. هتيجي حضرتك تديني ال 3 جنيه وتسيبي صوره بطاقتك وتاخدي الفستان تلبسيه. بعيدا عن الخامه الورق، اللي سمعته ان هو كان بياخد صورة البطاقة دي ويعمل بيها مصلحة، فمتهيألي يعني شلنا الكشاف ونعتمد على نور ربنا اللي جاي من هنا ونور اللمبة اللي جاي من هنا، وان شاء الله يعني الدنيا تمشي. عندنا هنا الشاذلي مات. انا مش فاهم حاجه، هو ليه ده بيحصل كده؟ هنحتاج نرجع شويه. عامه المنظر ده انا شفته من قريب لما كان بيقول لك انا ببيع البصل وما ببيعش البصل. دول 2 جنيه صح؟ ال 2 جنيه دول في اي مكان في الدنيا بيجيبوا لبنتين تشيكليس كولوريتس او ترايدن. تمن ال 2 جنيه دول عمرهم ما هيجيبوا اي حاجه تاني في الدنيا غير اللبنتين عند اي حد خلقه ربنا.
عند العبد اللي هو الشاذلي، الشاذلي المجنون، الشاذلي المجنون بيقول لك بال2 جنيه، بال2 جنيه قالوا لك ب100 وب150 واتحدوه، قالوا لك ب300 وضربوه. الشاذلي بيقول لك بال2 جنيه، بال2 جنيه. ركزي شوفي عارض لك ايه، الفستان ب2 جنيه. ب2 جنيه ورق؟ هتجيب فستان ب2 جنيه ورق؟ الشاذلي بيقول لك مش قطعه. تصوير وصل 30 دقيقة، كل ده بس للشاذلي. فاحنا نروح لاخر كام حاجة، نروح للكرياتين، للبروتين، نشوف ايه اللي بيعمله ده. اخواتي انا لا بتاع بروتين ولا بتاع كرياتين ولا بروح جيمات ولا ليا في المكملات، بس وقعت قدامي صفقة بروتين دراجون وهبيعها لاخواتي ب 250 جنيه. هبيعها لاخواتي ب 250 جنيه صلاحية لحد 2026. انا لا بتاع بروتين ولا بتاع كرياتين. 250 جنيه يا شاذلي، تقريبا حاطط كيلو دي في علبة بلاستيك وخلاص بقى هيبيعها ب 250 جنيه. لا دي غريبة يعني. هو لو هدوم ماشي نقول خامة وحشة، نقول بي ماركت هيخسر شوية وبعدين، بس دي ازاي؟ الحاجات دي بتتضرب وبتبقى حاجات مرعبة. في واحد كاتب لك مش ناوي تقول بتاع العاب وترزانة واحدة ار تي اكس 4090 ده عايش في احلام العصر ده، وعندك واحدة بتقول لك انا بروتين لوحدي. دي جت غلط. شوف الحاجات اللي هو عامل لها بين سبايدر 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 وعملنا سبايدر مان كده بالعرض يا جدعان، وعملنا سبايدر مان كده بالعرض يا جدعان، وده عرض ب 500 ومعاه الشنطة هدية، وده عرض ب 500 ومعاه الشنطة هدية. قالي 500 جنيه هيديك الحاجات اللي هو معلقها دي كلها يعني، مش ده لوحده. كل شويه تلاقيه منزل فيديو يقول لك ب 500 جنيه يا صاحبي تاخد قطع وقطع وقطع، يقعد ينزلك يحدف لك قطع على الارض. شعر بموضوع ان الخامه ورق بفر، مش ده نمور اهو كاتب الخامه ورق بفر، بس يعني هو حتى لو هتبالي 5 6 7 قطع ب 500 جنيه هصدقها اكتر من الكرياتين اللي ب 250 جنيه. اخواتي انا مش بتاع بصل ولا بتاع خضار، بس وقعت قدامي صفقة بصل وهبيع الكيلو ب3 جنيه. دي بقى انا مش فاهم هو ليه قرر يجيب بصل ويبيعه ب3 جنيه. البصل اللي انا عارفه ان هو شرخ خالص. البصل انا مش عارف شكله بصل عادي ازاي، ما حتى لو انت البصل فيه حاجه، بس اللي فهمته ان هو باعهم فعلا والناس اتحشدوا على المحل بتاعه. ده هو الفيديو، الامهات اتحشدت عند المحل بتاعه. المنظر ده برضو مش حلو يعني. انت برضه لو جبت 2 وقفتهم على الباب دخلت واحدة ناس هيبقى احسن بكتير. بس نكتفي بهذا القدر من الشاذلي ونروح على الافريقي. انا بصراحة مش متابعه زي الشاذلي، كل اللي اعرفه ان الافريقي بيقعد يقول انا مطرشم ولا الهتات بتاعته مش زي الهتات بتاعت الشاذلي يعني، وشكل الشاذلي هو اللي اكتسح المجال. يا صاصة انا لسه جايب لك حته ممنوعات يا صاصة ومكلف نفسي عشان انا بحبك يا صاصة يا ابو رحيم يا جميل يا عسلية بلدنا يا كرام بلدنا يا عصام يا صاصة. الجاكيت ده انا جايبه ليك واقسم بالله وهيروح لك الفيلا في اكتوبر، الفيلا الجديدة يا بلد يا ابن البلد الافريقي هيجي لك بالحتة دي. انا مش فاهم الكونتكست بصراحة ليه هو بينادي على عصام صاصة وقاعد بيشكر فيها كأنه ولي العهد السعودي. باشا مصر جاي لي منين؟ من سوريا. على الله ان شاء الله انا علينا افريقي ترند مصر الاول مناعات يا صاحبي. هو ليه مش عامل بن للفيديو اللي شهره؟ عامل بن مع الفيديوهات بتاعت عصام صاصة بس مش عامل فيديو للفيديوهات اللي شهرت. ما سمعتش انا خالص عن موضوع عصام صاصة ده. الالجوريزم كسل ان هو يطلعهولي، بس اللي انا شايفه ان هو اقل انتشارا خالص من الشاذلي. في فيديو هو جايب 4 مليون. واحد طلع لي بحته قاعد يقول لك انا جبت وانا رحت وانا جيت وهو بتاع الشعبي، والتاني التخين قاعد يزرط يقول لك يا بتوع المستورد ومش يا بتوع المستورد، وهما الاتنين بتوع الشعب ما يعرفوش حاجه عن المستورد وكله عالزرط. واحنا اعوذ بالله من قولة احنا ما بنشوفش حد، احنا بتوع المستورد على ابلكيشن. ده ديستراك طلع الهيت بتاعته ديستراك تقريبا على الشاذلي، والكومنتات كلها بتدعم الشاذلي. فواضح ان مجال اللبس الشاذلي حسم الشهره. الافريقي محتاج يركز شويه، بس برضو الماركتينج حلو زي الشاذلي. لو جه في مره مسكت هدوم حد قال لي اعمل لي اعلان هقعد احدف في الهدوم كده. نشوف ايه كوكو اند اس ده. كان في حد قال لي على كوكو اند اس، اللي اعرفه ان كوكو اند اس ده هو زي الشاذلي والافريقي بس بتاع الموبايلات. ماشي، هو الواضح من هنا ان كوكو اند اس اقل شهره، فولورز اقل. عايزين نشوف ايه اللي شهرهم. محدش يجي فرع فيصل عشان هنقفل الفرع عشان مش عارفين نسيطر على الزحمه.
هنشغل العروض في كل الفروع، محدش يجي خميس ولا جمعه لغايه ما نطلع نعمل لايفات. الهيت بتاعهم ان هم زحمه جدا، مش عارف ايه ده. انا شايف هنا جاكيت باب الاسباني عايز تشرب انت الاسباني المصري بعته ب50 جنيه وربنا ما يقعد غسلك، وربنا ما يقعد غسلك. تعالى الاسباني اهو بص الاسباني اهو بص كده بص تعالى كده تعالى الاسباني يلا يا ارمي على الارض ارمي كده. انا مش فاهم هو. طب انت محل ايه؟ انا شايف هنا موبايلات وتيك، شايف هنا ادوات منزليه. هو المحل ده بتاع ايه؟ تقريبا المحلات دي كارفه على وور مارت ظاهر كده. البن التالت والاخير جاي من واحد شبه خالد مجداد وقاعد بيرمي في الموبايلات. مين؟ تعالى احنا بنجيب لك من الشركات وبالتوكيل وبالفواتير وبص اعتمادات. يعني حرام عليك. طيب الموبايلات دي هتتكسر، يعني ماشي طريقه الماركتنج كويسه، بس انا هشتري منك ازاي وانت قاعد بتكسر في الموبايلات على الارض كده؟ وهجيب لك ايه بقى؟ الاوريجينال اللي هو مفيش حد بينافسه. بيبرس قال لك ايه؟ لقينا الذهب اهو لقينا الذهب 64 جيجا رامات 7 جيجا. لقينا الذهب. كاميرا ايه؟ كاميرا 52. الشاشه الكبيره بص، فيس اي دي، بصمه خلفيه، بصمه اماميه، بصمه تحت الطعميه. التليفون ده عرض خاص كده، حكايتك حكايه ب 3050 جنيه. هو ليه فكر في السعر؟ يعني هو 3050 جنيه. وعامة هو الشحنه اللي جابها كلها كسرها قبل ما يبيعها. و7 علامات دي انا اول مره اشوفها في موبايل. يعني انا شايف ان هو جايب موبايلات زراير كتير، هو بالتالي بيلعب على الرخيص شويه. يعني في فيديو اهو هنا من بره عدسه كاميرات ايفون 11 برو ماكس دي اللي انا شايفها، بس الظهر موبايل اندرويد عادي. لما نخش على الفيديو، ايفون بجلالة قدرها ما قدرتش تنافس عروضه، لان هو ايفون بجلالة قدرها ما قدرتش تنافس عروضه. ايفون دي بقت الشركة شخصية، لان هو نفسه لسه عايش في اسعار 2010. كوكو اند اس بيبيع كل حاجة برخص التراب. بس السؤال اللي بجد هو بيكسب ايه من ورا كل ده؟ ومن فترة مش بعيدة بدأ واحد ينتشر فيديوهاته على التيك توك والفيس، يعني الايفون ب 2800 جنيه. بس نسيت اقولك ده ايفون 17 ونص، يعني الشركة نفسها ما نزلتهوش، بس كوكو اند اس نزله. ومش بس تليفونات. كوكو اند اس نزل ايفون 17 ونص قبل ما ايفون شخصيا ينزلوه. انا وداني وجعتني من الجمله اللي انا سمعتها دي دلوقتي، فعشان كده انا مش هكمل الفيديو 3 دقايق انا مش هكمل. وبرده ننزل هنا هنلاقي ايفون 16 و14. ابدا معاك بايه يا كوكو؟ بايه؟ بالجو. بص كده، بص فاتحه حتى اللزقه من الاصلي اوريجينال. سبارك، موبايل اسمه سبارك. بص بقى، ده قلنا لك ايه؟ شبه ايفون 14 بالظبط. 64 جيجا رامات 4 زائد 3. التليفون ده سعره هو اللي بيتكلم، والتليفون لما تجربه هتقول له الله يبارك لك يا كوكو. الله يبارك لك يا 3800 جنيه جايب لك ايفون 60. اوبا بص كده. تعالى بقى اتفرج لي على التفاصيل. الموبايل اللي فات هو ايفون 14، الموبايل ده ايفون 60. بص كده الثلاث كاميرات زي ال 14 بالظبط. 3 كاميرات. الثلاث كاميرات هو كاميرتين وفلاش، بس هو يعني هم 3 كاميرات بقى زي ال 14. 14 اصلا ما عندوش 3 كاميرات. الفيديو كل شويه يعلق، فانا بصراحه مش هكمله. دي حاجه حلوه ان الفيديو بيعلق، لان ايفون سي 53 الجديد. الموبايل ده اللي هو المفروض ريل مي سي 53. الموبايل ده كان عندي، هو جايبه حاطط عليه عدسه كاميرا وقال لك يلا ايفون سي 53. يعني الناس اللي ممكن تصدق حاجه زي كده هم الناس الكبيره. انت لو حد كبير دخل عليك المحل بيسالك انا يا ابني عايز موبايل ما اعرفش ايه، تقول له يا حاج ده موبايل ايفون 53 في سي 53 ده، هيصدقه ماشي. بس مفيش حد عنده تيك توك هيصدق اللي انت بتقوله ده. عايز ايفون جايب لك الايفون، بس ايه؟ سي 53 الجديد ريلمي عند كوكو انديس بسعر كوكو انديس. هو دلوقتي ترند وماسك سعر، بس كوكو انديس كل يوم هيفضل ورا. الاسود ايه ده بقى؟ ايفون 14 4 بي حصل اكس مي شغال. يبقى ده 53 ان اف سي ام اس دي شغال. او تي تي ده الجديد بكام؟ بكام؟ بص كده، ايه رايك؟
هتركب له عدسات يقول لك قول له انا معايا 14 بيتكلم مين يبيع زيك مين. الفيديو ده هو قاعد يرمي اي حروف انجليزيه جت على دماغه وقال لك ايفون. هو فعلا شبه الايفون، يعني دي حاجه بيروجوا لها عليه. هو متهيألي هنا يعني كوكو اند اس بتاع الموبايلات شغال على ان هو يلعب على الكليك بيت، ان هو يقول لك بقى في ده ايفون ومش ايفون، يدخلك في الفيديو يقعد يقول لك بص زي الايفون بالظبط، زي الايفون بالزبط. ما يقولش اسم الموبايل، هو يقول لك ان هو زي الايفون. متهيألي اللي هو بيحاول يعمله، هو بيحاول يبقى زي بتوع الهدوم اللي احنا لسه معديين من عليهم من شويه، هو يحاول يقول حاجه تثير الجدل فالناس تيجي. دي فكره مش هتنجح مع الموبايلات. بس ما اعتقدش ان انا لازم اخش في تفاصيل اكتر من كده. متهيألي كفايه كده اكونتات. لو عجبك الفيديو يا ريت تحط لايك. لو عايزين فيديوهات اكتر زي دي يا ريت توصلوا الفيديو ده 20 لايك، وان شاء الله الفيديو الجاي ينزل في اسرع وقت ممكن. شكرا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.